يعني انت بتنضرب وبيلطش لك بالاقلام وضربك في دماغك وورم لك دماغك، اي حاجه بيقول في اساءه لفظيه وبيبهدل من اول كذا، انت اللي غلطانه، انت اللي نرفزتيني. يعني مش هو الراجل اللي مسؤول عن تصرفاته وكل نفس بما كسبت رهين، لا انت اللي عملتي كده. وبعدين راح شتم اهلك وبهدلهم وسبهم وقذفهم وضربك وكذا، وعندك احساس. اسمعوا يا بنات، اسمعوا يا زوجات، بعدم الاستحقاق اللي انت تستحق الاحترام. طب عشان خاطر اصل انا خايفه اكون ظلمته، يا خب اعمل ايه؟ قولوا لي بالله عليكم، احنا عندنا اكتر من 1000 حلقه دلوقتي. يعني ازاي ما يبقاش عندك انت ذات نفسك كرامه لنفسك اللي الله عز وجل عطاها لك؟ يا جماعه يا نساء، الضرب لا، راجل بيضرب سيبي امشيه، امشي من حياته ويمشي يعرف إيه. ولو كل واحده اتبعت هذا الامر مش هتلاقي راجل بيمد ايده على ست.